ايه رايك لو قلت لك هديك سكرتيره صاحيه 24 ساعه ما بتنامش، بتنظم لك كل مواعيدك كل اوردراتك وتنفذها باسرع ما يمكن، واي سؤال يخطر على بالك اسالها وهتجاوبك. مش كده وبس، السكرتيره دي لا بتاكل ولا بتشرب ولا كمان بتاخد مرتب. اكيد هتقول عليا مجنون. لا يا صديقي المشاهد العزيز، انا مش مجنون ولا حاجه. انا النهارده هقدم لك السكرتيره دي اللي هتحطها في بيتك ولا مكتبك، وكمان وانت بره البيت او المكتب او في اي مكان في العالم تقدر تديها الاوردرات اللي انت عايزها وهتنفذها لك برضه. يا راجل هو في كده؟ والله في كده. لو مش كده وبس، كمان وانت بره البيت لو حبيت تشغل اي جهاز في البيت هتشغله لك، تطفي اي جهاز هتطفيه لك، وكمان لو عايزها تغني هتغني، وكمان ممكن تساعد العيال في حل واجباتهم وهتصحيك وتنبهك وتعمل كل واجباتها. رحبوا معايا يا جماعه باليكسا في جهاز ايكو دوت. هنفتح البوكس مع بعض ونشوف جواه ايه، وهنعرف ازاي كمان نوصله ونسطبه على الموبايل بعد الانترو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو تكنولوجي جديد. ويلا بينا نفتح البوكس بتاع اليكسا، نعمل انبوكسنج كده ونشوف جواه ايه. طبعا في كذا شكل للايكو دوت، في حاجات صغيره وحاجات اكبر وحاجات بشاشه. هسيب لكم لينكات الموديلات بتاعتها في وصف الفيديو، انزل بص عليها تحت كده وانت هتعرف. اللي ما يعرفش طبعا جهاز ايكو دوت فهو عباره عن سماعه ذكيه. اليكسا ده برنامج نازل على ايكو دوت هو اللي بيعمل كل الفانكشن بتاعه السمارت سبيكر او السماعه الذكيه دي. هنشوفها بالتفصيل طبعا. ويلا بينا نفتح البوكس كده ونشوف جواه ايه. طبعا ده الكتالوج، اهلا ايكو دوت. بعدين هنا عندك الادابتور او محول الطاقه، ده بيشتغل 110 او 220 فولت على حسب الدوله اللي انت فيها، برضو شغال في الفولتين، وبيطلع 12 فولت 1.25 امبير 15 واط. الكتالوج الثاني فيه معلومات كده مهمه مالناش دعوه بيه برضو دلوقتي. والايكو دوت السماعه الذكيه. نستكشف مع بعض بقى الزراير الموجوده فيها. اول زرار ده اللي بيعمل ميوت او بيكتم الصوت، يعني بيخلي الميكروفون الداخلي اللي جوه ما يلقطش الكلام بتاعك. الزرار ده اللي هو زرار التشغيل. اما الزرارين دول فهم باينين قوي، يعني بلس وماينس، ده بيعلي الصوت وبيوطي الصوت. ما عندناش اي زراير تانية. طيب لو جينا لفينا كده هنلاقي فيه شريط من تحت، ده اضاءه اللي بتنور على حسب الريكوست او الحاجه اللي انت بتعملها. وفي هنا فتحتين في الظهر، هم دول الوحيدين اللي ظاهرين معانا. طبعا دي الفتحه بتاعه الباور اللي بتوصل فيها الادابتور، والثانيه فتحه لسماعات خارجيه، يعني ممكن توصلها بسماعات اكبر منها بسوكت 3.5 مللي. بعيدا بقى عن اللك كله اللي احنا بنقوله، يلا بينا نوصلها بالكهرباء وننزل التطبيق بتاع اليكسا على الايباد ونشوف السيت اب بتاعها وهنستفيد منها ازاي. كده وصلنا الباور بتاعها. طبعا سواء كنت اندرويد او اي او اس تقدر تنزل ابلكيشن اليكسا من على الاب ستور بتاعك. Your device is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. هلا، جهازك جاهز للإعداد، فقط حمل تطبيق أليكسا واتبع الإرشادات. هنحمل تطبيق أليكسا دلوقتي. هتقول لي هو مكتوب أمازون أليكسا ليه؟ أقول لك إن على فكرة أليكسا دي تبع أمازون، يعني أنت لو عندك حساب على أمازون تقدر تستخدم تطبيق أليكسا بالاكونت بتاع امازون عادي خالص. هي دلوقتي في وضع الاستعداد انها تتوصل على تطبيق أليكسا وتبدا ان انت تبرمجها على الواي فاي الموجود. طبعا صديقي المشاهد العزيز، مش محتاج ان انا اقول لك ان أليكسا بتشتغل عربي وانجليزي، اكيد دي معلومه انت عارفها. خلصنا تحميل برنامج أليكسا، هنعمل اوبن كده نفتح البرنامج. هنا هو طالب مني ان انا اتصل بالبلوتوث عشان يقدر ان هو يتوصل مع أليكسا. طبعا اكيد محتاج اليوزر نيم والباسورد بتوع امازون. اكيد طبعا لو ما عندكش اكونت على امازون تقدر انت تعمل اكونت من تطبيق أليكسا عادي خالص. هي طبعا بيقول لي اكتب اسمي، agree and continue, set up my features. هو طالب مني طبعا ادخل رقم التليفون. echo dot is ready for setup. اقول له agree and continue. هنا كده بيعمل connecting مع الديفايس وبيعمل searching for Wi-Fi. Updating your device. I'll let you know when it's ready. Your Echo is ready. كده خلصنا سيت اب الايكو دوت اللي هي أليكسا. هي متصله عن طريق شبكه الواي فاي. من هنا اقدر اعمل تشينج طبعا الواي فاي، ومن هنا هقول له كونتينيو. بيقول لي انت حاطط ايكو دوت دي فين او أليكسا حاططها فين؟ انا هقول له حاططها في المكتب، وهنا اقدر ان انا ابدا استمتع بخدمات أليكسا. Hey there.
It's nice to meet you. هي دلوقتي الافتراضي بتاعها بالانجليزي، نقدر ان احنا نتكلم معاها بالعربي ونخليها تحول اللغه الافتراضيه بتاعتها للعربي. أليكسا can you speak Arabic؟ نعم، أنا أتحدث اللغة العربية. لتغيير لغتي افتح تطبيق أليكسا على هاتفك، اختار المزيد ثم إعدادات، ثم إعدادات الجهاز، ثم اختار جهازك واختار اللغة المطلوبة. خش على اعدادات الايكو دوت، ومن علامه الترس هنا اخش اغير اعدادات اللغه. طبعا زي ما شايفين في لغات كتير هي بتسبورت، مثلا فرنش وايطالي والماني وحاجات لغات كتير كده. من هنا اقدر اختار العربيه السعوديه. أليكسا كيف حالك؟ أنا بخير، تسلم لي. بصوا بقى، هتنبهروا من احترامها ومن ادبها، حاجه جميله، تسمع الكلام على طول وردودها كده شيك وحاجه يعني محترمه. أليكسا ممكن تفكريني اشحن الموبايل بتاعي بعد ساعه؟ تمام، راح أذكرك في ساعة. كده خلاص هي خدت الاوردر، بعد ساعه فعلا هتفكر. أليكسا ايه اخبار الجو النهارده؟ درجة الحرارة الحين 18 درجة مئوية مع غيوم. توقع اليوم الدنيا مشمسة أغلب الوقت، ودرجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة. أليكسا اشكرك. ما سويت إلا الواجب. طبعا هنا اقدر اقول لها تشغل اغاني، تشغل قران، تشغل اي حاجه، وكمان تفكرني باي مواعيد وتصحيني كل يوم مثلا عشان اروح الشغل. من ضمن الاجهزه اللي ممكن تتوصل على أليكسا، وأليكسا تقدر انها تشغلها بالاوامر الصوتيه، زي الفيديو اللي عملناه قبل كده بتاع اليونيفرسال ريموت، هتلاقوا في الانفورميشن فوق. وكمان كنت عملت فيديو قبل كده عن الفيشه الذكيه، هتلاقوها برده في الانفورميشن فوق. اقدر عادي بكل بساطه دلوقتي اقول لها أليكسا اطفي التي في. تمام. خلاص كده طفيته. أليكسا شغال التي في. تمام. أليكسا علي صوت التي في. تمام. وكمان بالنسبه للفيشه الذكيه اللي برضو هتلاقوا الفيديو بتاعها في الانفورميشن فوق، وكمان تحت الفيديو هسيب لكم لينكات الفيديوهات كلها، الاجهزه اللي بتتوصل عليها واللي عملنا لها فيديوهات في القناه بتاعتنا. لو عايز اطفي او اشغل الفيشه الذكيه دلوقتي يقدر بكل سهوله اقول لها أليكسا اطفي البلاج. تمام. لان انا مسمي الفيشه الذكيه دي بلاج. عادي اقدر ان انا اغير اسم الديفايس زي ما انا عايز. احنا دلوقتي عندنا سكرتيره بديها اوامر بتنفذها وتتحكم في كل الاجهزه الموجوده في البيت. حتى برضو على فكره لو انا بره البيت اقدر ان انا افصل الجهاز او اشغله عن طريق تطبيق أليكسا. خلينا ناخد مثال كده. انا طبعا لو دوست هنا كده هي مش هتسمعني. أليكسا أليكسا كده هي مش هتسمعني. بص بقى، عن طريق الابلكيشن لو انا كمان بره البيت اقدر ادوس على زرار الميكروفون واقول لها ايه تيرن اون تي في. Okay. تمام شغلت. اتمنى ان انتم تشوفوا الفيديوهات اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي، وطبعا اتمنى ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها اول باول. شوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.